الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عنه مثقال حبة في الأرض ولا في السماء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه وتعالى على نعمائه التي لا تزال تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومبلغنا ومصطفانا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، محمد بن عبد الله. أيها العاشقون لنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ألتقي بحضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى وفضله وعونه حيث الصفحة الأخيرة من سلسلة الأهوال والفزع، حيث المشاهد التي فيها المصير النهائي المحتوم. الصفحة الأخيرة من هذه السلسلة المصير النهائي، لأتحدث مع حضراتكم عن أشد الأهوال وأعظمها، عن عذاب الله يوم القيامة، عن النار. فتعالوا بنا لألتقط هذه المشاهد بعدسة الكاميرا القرآنية على 10 مشاهد في القرآن تتحدث عن النار وما فيها وما وصف أهلها. 10 مشاهد في هذه الصفحة الأخيرة. المشهد الأول مشهد خزي وحسرة وندامة. الثاني الملابس صفتها وشكلها. المشهد الثالث الوجوه التي تكبرت على الله، ما يفعل الله فيها. المشهد الرابع السماء